اهلا بكم في حلقه جديده من كانفاش ماسترنج اكاديمي لتعليم الفيلم ميكنج. في الحلقه دي هنتعلم مع بعض ازاي تستخدم 4 افكتات مهمين جدا ممكن تعملهم على كاب كات. كاب كات هو ابلكيشن لصناعه الافلام ممكن تحمله على موبايلك، وهو من احسن الابلكيشنز اذا ما كانش احسن ابلكيشن معمول للهدف ده، وكمان في منه فيرجن ممكن تحمله على الكمبيوتر بتاعك. الاربع خلع دول انت ممكن تستخدمهم في حاجات كتير جدا، ممكن تستخدمهم على انستجرام، على تيك توك، على يوتيوب، على فيسبوك، وكمان ممكن تستخدمهم لو انت بتعمل افلام مستقله. فيلا بينا نبدا. والخدعة رقم 1، هل تعرف ان على كاب كات ممكن بكل سهولة تغير لون اي حاجة؟ هفتح بروجكت جديد واحط الشوت بتاعي. هحاول ان انا اغير لون البنطلون الاخضر ده بالظبط، فهمسك الشوت وبعد كده هروح على adjust، ومن adjust هروح على حاجة اسمها HSL. هختار اللون الاخضر وبعد كده همسك الهيو واخده اليمين خالص لحد ما يكون ازرق شويه. لو البنطلون ما اتحولش ازرق كفايه ممكن اسيب الشوت بتاعي، وبعد كده هروح على adjust تاني، هدوس على adjust وبعد كده هروح على HSL. همسك المره دي اللون الازرق الخفيف اللي هو اللبني واخليه ازرق غامق، واشد الهيو لحد اليمين لحد ما يكون ازرق غامق، والشوت هيبقى شكله كده. احلى حاجه فيه ان هو واقعي جدا، وفعلا البنطلون كل حته في اللون الاخضر بتاعت البنطلون بتتحول للون الازرق. ويلا بينا على الخدعه رقم 2. هفتح بروجكت على كاب كات يكون كده في فيديو روش شويه، وبعد كده همسك الشوت بتاعي، هروح لبادي افكتس، بعد كده هروح لبادي واختار ستريمر ستروك. هيعمل كده خط بيظهر حواليا شكله روش جدا وحلو جدا. ممكن اغير السايز بتاعه اللي هو التخن بتاع الخط ده، ممكن اغير رينج، ممكن اغير سرعه حركه الخط، ممكن اغير حاجات كتيره. انا هقلل السايز شويه وده هيكون شكل الفيديو. انا شايف بصراحه ان هو شكله حلو جدا، ممكن تستخدمه على انستجرام او على تيك توك، وممكن تستخدمه في حاجات تانية كتير جدا. هو شكله روش فعلا. الافكت رقم 3 ده حاجه كده مناسبه لاجواء كريسماس شويه والنيو يير. هتروح على بروجكت جديد وتجيب فيديو كده، يفضل يكون بالليل مثلا وعليه شويه اضاءات كده بتاعت كريسماس. هتمسك الفيديو بتاعك وبعد كده هتروح على افكتس، هتروح فيديو افكتس، ومن فيديو افكتس هتروح لكريسماس. هتلاقي في كريسماس حاجه اسمها سنوينج 1، وهيدي الافكت ده. هتمسك الافكت وتتاكد ان هو بيغطي الفيديو كله بالشكل ده. انا شايف بصراحه ان هو واقعي جدا، ودي من اكتر الحاجات الغريبه ان هو فعلا واقعي جدا وشكله حقيقي جدا، يعني مش شكله ان هو افكت خالص. ومعنا الافكت الرابع وهو اخر افكت، وده حاجه عامه مفيده جدا لكل الناس اللي بتشتغل على كونتنت كرييشن وصناعه المحتوى. هتجيب فيديو ليك وانت بتتكلم كده او في اي حاجه، هتروح لانهانس، وفي انهانس هتلاقي حاجه اسمها فيس. هتدوس على فيس وبعد كده هتلاقي حاجه اسمها سموث اللي هو نعومه البشره. لو عليتها هتلاقي ان هو بينعم البشره جدا، ودي حاجه حلوه جدا ممكن تستخدمها. بعد كده كمان هتلاقي حاجه اسمها برايتن ان هو بينور البشره زي ما انتم شايفين كده بالظبط. بعد كده عندك حاجه اسمها سمايل لاينز دي لو علتها هيشيل التجاعيد اللي بتبقى موجوده لما تيجي تضحك. في حاجه اسمها دارك سيركلز لو علتها هيشيل الجيوب السوداء اللي تحت العين. بعد كده في حاجه مهمه جدا وهي الاخيره وهي وايت تيث، لو علتها هتلاقي ان اسنانك بقت تبيض. انا لو جبت كده شويه وحاولت اعليها والعب فيها شويه هتلاقي ان اسناني بتبيض كل ما اعليها. وبعد كده هتدوس على علامه الصح وهتلاقي ان الافكت اللي انت حطيته موجود في الفيديو كله، ودي عامه حاجه متطوره جدا ان هي تحصل. انت لو عايز تعمل حاجه زي كده على افتر افكتس وادوبي بريمير برو هتقعد معاك وقت كتير جدا. وبس كده، ايه رايكم؟ انا بصراحه شايف ان اخر افكت ده هو من اكتر الافكتات المهمه جدا اللي انت ممكن تستخدمها في كل حاجه. مثلا لو انت بتعمل فيديوهات على تيك توك بتعلم فيها الناس حاجات، ممكن تستخدم الافكت ده بحيث ان تنعم بشرتك شويه، تبيض سنانك شويه. لو انت مثلا قليلك كتير مش بتنام كويس، ممكن تشيل الجيوب السوداء اللي تحت عينيك علشان وشك او شكلك او الفيديو بتاعك يكون مريح لنظر الناس. نفس الكلام مع يوتيوب او انستجرام، وده مش معناه انت هتخلي شكلك فيك، لا، ده معناه بس انت هتخلي كل الفيديو ككل مريح لعيون الناس، مريح ان الناس تتفرج عليه بالدقايق وبالساعات. وبس كده، اتمنى الفيديو ده يكون فاتك جدا. لو انت عايز تتعلم حاجات تانية عن المونتاج والاديتنج على بريمير برو، على افتر افكتس، على كاب كات، لو انت عايز تتعلم ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي في صناعه المحتوى والحاجات اللي زي كده، تابع الشانل بتاعتي لان انا بنزل حاجات باستمراريه كتير جدا. ويلا اشوفكم الحلقه الجايه.